مساء الفل على احلى متابعين، وحشتوني جدا. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقه بطاطس سهله كده وجميله وبسيطه، هتعجبكم قوي. بدل بقى آلية البطاطس، زهقنا من آلية البطاطس. تعالوا نعملوها بطريقه جديده كده وحلوه قوي. هنا بطاطستين وسط، قشرتهم وقطعتهم زي ما انتوا شايفين بالطريقه ديت، ولا تخينه ولا رفيعه. طاسه على النار او حله على النار، هنحط عليها كوبايه ميه صغيره اللي هي بتاعه القهوه اهو زي ما انتوا شايفين، وهنحطها على البوتاجاز على نار هادية لمدة تلت ساعة، مجرد انها تستوي معاكي. معانا هنا كوباية لبن صغيرة اللي هي بتاعة القهوة، وهنحط عليها معاها معلقة كبيرة خميرة فورية ومعلقة صغيرة سكر. هنقلبهم على بعض كويس وهنغطيها ونسيبها تخمر مع نفسها شوية لحد ما البطاطس تتسلق معانا. هنا البطاطس اتسلقت وهنسيبها تبرد شوية، هنحطها شوية سخنة. معانا بيضاية هنحطها عليها وهنبتدي نهرسهم مع بعض. طريقة حلوة وهتعجبكم قوي. هرسناها بالطريقة ديت، هنحط عليها من 2.5 كوب دقيق ل3 كوبايات حسب الدقيق ما بتاعك بيشرب المية. هنحط عليها، بصوا الخميرة بتاعتنا خمرت ازاي. هنضيفها عليهم وهنبتدي نقلب بالشوكة او بالمعلقة. بعد كده هنجيبه ربع كوباية زيت هنضيفها عليهم وهنبتدي نعجن بايدينا. هنلم العجينة ونعجنها بايدينا، خلي بالكوا هي بتبقى ملزقة شوية. اهي لميناها معانا، بصوا بتبقى طرية وناعمة وحلوة قوي. هنسيبها تخمر لمدة ساعة. خمرت معانا، بصوا الهوا بتاعها حلوة قوي وجميلة ازاي. شوية دقيق على الرخامة بتاعتنا. هننزل بالعجينة، هنلمها كده بايدينا وبعد كده هنفردها بالنشابة بتاعتنا، ومش عايزينها رفيعة، احنا هنخلي سمكها كده يعني بتاع 5 سنتي كده. تمام. كوباية معانا او قطعة حسب الموجود عندك، وهنبتدي نقطعها بالطريقة ديت زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. طبعا باقي العجينة هنلمها ونرجع نفردها ونعملها تاني لحد ما الكمية بتاعتنا تخلص. هنجيب بقى الدوائر بتاعتنا اللي عملناها ديت وعصاية سباتولا او خلة سنان، وهنبتدي نخش كده من النص ونخرمها زي الدونس بالظبط. عارفين الدونس؟ نفس الطريقة اهو. بصوا بتعمل شكل حلو يعني. ما عنديش خلة سنان، ما عنديش عصاية السباتولا، بصبعي بصوا احط صبعي كده في النص والف، هتعمل معايا نفس طريقة السباتولا اهو. مش هنغلب، لا مش هنغلب. هنفرد العجينة تاني وهنبتدي نقطعها تاني لحد ما الكمية بتاعتنا تخلص بنفس الطريقة. ما ننساش يا جماعة اللايك يا جماعة، لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة عشان تستفادوا. هنخرم برضو بصبعنا زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، وهنبتدي نجيب صينية وهنحطهم فيها بالمنظر ده. هنسيبهم ونغطيهم لمدة تلت ساعة. هنجيب صفار بيضة وهنضربه كده، هنفصلها نشيل البياض وناخد الصفار بتاعها. هنا تلت ساعة عدت معايا. هنبتدي بقى ايه، ندهن الوش بصفار البيض. ما عنديش البيض ممكن نعمل نسكافيه اللي هو سريع الذوبان وشوية لبن، هنقلبهم على بعض وبرضو ندهن بيهم الوش. ما عنديش ولا ده ولا ده، دهنة زيت على الوش، دهنة سمنة، اللي موجود عندك هندهنه بيه. هنا انا رشيت حبة بركة على الوش، والناحية التانية هرش سمسم شوية كده وشوية كده، هتعمل شكل حلو وبرضو مادة غذائية كويسة. هنكون مشغلين الفرن بتاعتنا من قبلها بشوية. هنحطهم في الفرن لمدة تلت ساعة بعد ما طلعت من الفرن. شايفين الجمال؟ شايفين طرية وجميلة، الوش طري ومحمرة من الجنبين وتحفة. شايفين؟ تخيلوا دي معمولة من البطاطس.
اعملوها لاولادكم هتعجبهم قوي. في اي وقت يمسكوا ياخدوا واحدة يسحبوها وياكلوها، هتخلص في ساعتها. بصوا الجمال. تعالوا نفتحوها ونشوفوها عاملة ازاي. شايفين؟ بصوا الله، شايفين؟ مستوية من جوه وجميلة، عاملة زي العيش الفينو. تخيلوا ده من البطاطس، مغذية وجميلة. بصوا هشة وطرية. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وشكرا لكم وباي باي.